هذا الشاب يقول سافرت مع صحبة سوء ففعلت. يقول فلما رجعت إلى بلدي تعرفت على عاهرة، يقول فصارت صديقتي وظللت معها فترة من الزمن أفعل معها ما أريد. يقول حتى انقطعت أخبارها فجأة، أتصل هاتف مغلق، كلما أتصل وأرسل رسائل ما ترد علي، فازداد تعلقي بها وهيامي بها، سألت عنها فلم يجبني أحد، اختفت فجأة. يقول وبعد أيام جاءني اتصال غريب، ألو نعم أنت فلان الفلاني؟ قلت نعم. قال حياك عندنا في المخفر، معك المباحث. إنا لله وإنا إليه راجعون. ايش سويت؟ أنا ما عملت شيئا. يقول فلما ذهبت إلى المخفر أدخلوني فقالوا لي أول سؤال تعرف فلانة؟ يقول خفت، ترددت، خفت أني أكذب وعندهم أدلة. قلت نعم أعرفها، لكن مجرد مكالمات بيني وبينها. يقول فسألني الضابط صار بينك وبينها شيء؟ قلت لا أبدا أبدا، مجرد مكالمات. يقول كذبت وأنا خايف، لأن المكالمات موجودة، أقل شيء البرنت يطلعونه. قال لي أكيد متأكد؟ قلت أكيد ماكو شيء، مجرد مكالمات. بس ليش؟ قالوا هذه متغيبة وفيها مرض الإيدز، وثبت عندنا الآن نقلت المرض لعدة شباب، فنبي الآن نحمي الشباب الذين لها علاقة فيهم. قلت لا أقسمت أمامهم أنني ليست بيني وبينها أي علاقة. يقول فلم أنم تلك الليلة كلها. يقول ذهبت إلى المستشفى أخذوا مني الدم، سألت الآن الممرض قلت له متى النتيجة الآن؟ قال لي لا بعد 10 أيام، نسأل الله العافية. يقول 10 أيام والله ما ذقت فيها النوم متلذذا، أنا حي ولا ميت خلاص أبي أفتك. يقول وفي اليوم 10 بالضبط 10 أيام اكتملت. يقول اتصلت قالوا لي نعم النتيجة واصلة. طيب أخبرني شنو النتيجة بالتليفون؟ قال ما نستطيع، تعال على للطبيب يخبرك. يقول استحلفته بالله ما أقدر أسوق السيارة، أنا 10 أيام ما أنام، الطعام ما أكله، كل هذا العذاب لأجل لذة وشهوة ساعة. شوف ايش صار فيه، ما تسوى عليه، هذا غير عذاب الآخرة. يقول قال لي ما أقدر، تعال لي المستشفى وعند الطبيب. يقول فلما وصلت والله أخطو خطواتي، بل الدرج الذي أصعده في المستشفى كل خطوة كأنها سنة من عمري، ضاعت سنة من عمري بكل خطوة. يقول لما وصلت عند الاستقبال قلت لهم أنا فلان الفلاني. يقول شفت مستشفى عام كل الناس، قالوا لي استريح يجيك الدور. يقول فلما نظرت الزوج مع زوجته وأولادهم، نظرت إلى الأم مع أولادها، نظرت إلى الرجل لوحده، الكل مع أنه مريض لكنه مستانس سعيد، لأن ابتلاء من الله وراضي صابر. إلا أنا، يقول إلا أنا، لأن المصيبة الآن خزي وفضيحة ثم عذاب عند الله يوم القيامة وموت، خلاص من يقبلني بعدها. يقول فلما جلست يقول حتى جاء دوري فلان، قلت نعم أنا أدري أنه خلاص مصاب انتهى أمري، ولا كان قالوا لي حتى في التليفون. يقول فلما دخلت على الطبيب يقول أخذ يقلب الملف، قال لي أنت فلان؟ قلت نعم. يقول ينظر في التحليل وينظر إلي، أرجوك خلصني، أنت فلان؟ قال نعم أنا فلان. يقول ثم رفع رأسه ونظر في عيني ثم قال الحمد لله سلمت من المرض. يقول لا أدري إلا أنني خررت على الأرض وسجدت لله شاكرا، كأنه أعطاني حياة جديدة أخرى. يقول منذ تلك اللحظة إلى اليوم 5 صلوات في بيت الله كل يوم وليلة. يقول منذ تلك اللحظة إلى اليوم ما انقطعت عن كتاب الله يوما واحدا، منذ تلك اللحظة إلى اليوم ما رفقت صاحب سوء أبدا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر
القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم